كثرت عليك الديون ولا تستطيع سدادها، قل هذا الدعاء طيلة شهر رمضان يأتيك الفرج في رمشة عين وتتحقق كل أمانيك. إذا نزلت عليك فاقة يعني أي الفقر وحتى مهدد بالسجن، قل هذا الدعاء وارفع يدك إلى السماء، ينزل الله عليك الرزق. لا تتوسل للخلق، لأن الخلق بعض المرات يكون مسخرا من عند الله سبحانه وتعالى. إذا أنزلها بالله. من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. كم من صوت خفي إذا صعد إلى السماء استبشر بالخير من عند العزيز الجبار. العبد وعيناه مملوءة بالدموع يعلمه أهل السماء. العبد إذا دمعت عيناه يعلمها أهل السماء. إذا كنت تدعو وأنت تبكي فإن الله يراك، لأنه يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في الغيب، ويعلمها أهل السماء. وتأتي النصرة من عند الله، فكن مع الله وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الدعاء هو قل حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله وكيلي على نفسي وعلى أولادي وعلى من ظلمني، أي الذي ظلمني حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل. أي يا رب لا تدلني لأي مخلوق إلا لله، تأتيك النصرة برمشة عين. ثق بالله عز وجل. إذن قل حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قلها 7 مرات في الصباح وفي المساء، وسوف ترى البشائر. ثم لا تنسى الاستغفار. الاستغفار الإنسان ما ينساش طيلة هذا الشهر المبارك شهر رمضان، لأن فضل الاستغفار فيها بزاف، يعني فيها الخيرات. تأتيك الخيرات من كل جانب، يعطيك الله كل ما تتمناه. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك يقول عز وجل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذلك يقول عز وجل كان قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كذلك قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا من أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني شوف الله سبحانه وتعالى شحال ذكر الاستغفار في القرآن الكريم. الاستغفار يعني الإنسان ملي كيكون يستغفر سبحان الله العظيم، وهذه عند تجربة الله كيبشرك بالخير، كيعطيك داك الشيء اللي بغيتي، اللي كتحقق لك الأماني ديالك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القدوة ديالنا كان كيستغفر الله سبحانه وتعالى أكثر من 70 مرة، وما نحن ما نستغفروش الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. شوف إذا استغفرتي للمؤمنين والمؤمنات بحال مثلا تقول أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 27 مرة. من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزقهم بأهل الأرض. استغفر للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة وتكون من أهل الذين يرزقون عند الله سبحانه وتعالى. نشدوا التسبيح ديالنا ونستغفروا للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة. استغفروا لوالدينا، استغفروا لوليداتنا، استغفروا لأنفسنا باش ربي يعطيكم الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله أمانتين لأمتي ما كان الله معذبهم هم يستغفرون، فإذا مضيت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. سبحان الله. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله. يعني شوف الاستغفار للنبي الله سبحانه وتعالى حدثنا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم شوف اش كيقول في الاستغفار. كذلك يقول من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه إن كانت فرا من الزحف. كذلك من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه إن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. سبحان الله. شوف الاستغفار، شوف الإيجابيات ديالو. وللسيد الاستغفار اللي ما كيعرف السيد الاستغفار هو أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا إذا مات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن به فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. شوف فضل الاستغفار. سبحان الله. لهذا خوتي خواتاتي الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك
ومبروك عليكم شهر رمضان، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والهنا وطول العمر باش ما تمنيتو. والدعاء غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، هو حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الاستغفار اذا كثرت عليك الديون ولا تستطيع سدادها، يعني كنت في ورطه من الديون وما قدرتش تسدد هاد الديون ديالك، قول هذا الدعاء سهل وتبعو بالاستغفار. شحال ما بغيتي ديال الاستغفار، قدر ما شئت من الاستغفار، والله سبحانه وتعالى ما غاديش يخيب الرجاء ديالنا. استغفروا. الانسان ما يقنطش الانسان اي وقيته دخلتي للكوزينه خرجتي دائما الاستغفار، لانه عن تجربه وانا جربت سبحان الله العظيم كنكون في شي ورطه وربي كيسلكني، الحمد لله والشكر لله. وكاين هناك قصص كثيره ديال الاستغفار، الناس تدخلوا يعني الانسان يدخل اليوتيوب ويشوف قصص ديال الناس ديال الاستغفار اللي عطات نتيجه. الانسان بناو الشيء الاستغفار، الانسان بنى بها المنازل، بناو بها يعني داروا بها مشاريع بفضل الاستغفار. ولكن الانسان بيقين مع الله، الانسان يكون يقين وحسن الظن بالله، ماشي يقول انا استغفرت موقع ما دارت لي حتى حاجه، بالعكس يكون عندك حسن الظن بالله وبخشوع. والبكاء كما قلت لكم الانسان يبكي، والله سبحانه وتعالى ملي كيشوفك يبكي كيشوفك الله سبحانه، وكيشوفك اهل السماء سبحان الله. لهذا خوتي خواتاتي عليكم بهذا الدعاء والاستغفار، وان شاء الله يكون خير. ولا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.